الديربي المنتظر يوم الثلاث 11 مارس في الجولة الأولى من دوري إيلون مصر وسط مقالب رمضان الطريفة، وكل سنة وحضراتكم طيبين. وتعالى ناخد مع بعض نظرة عامة على تاريخ لقاءات الديربي. إجمالي المواجهات الرسمية 228 مباراة، فاز الأهلي في 99 والزمالك في 53 وتعادلوا في 76 مباراة. وتعالوا ناخد تفاصيل المواجهات على حسب كل بطولة. في الدوري المصري الممتاز اتقابلوا في 128 مباراة، فاز الأهلي في 50 والزمالك في 28 وتعادلوا في 50 مباراة. وفي كاس مصر اتقابلوا 33 مرة، الاهلي فاز في 17 والزمالك في 11 وتعادلوا في 5. وفي كاس السوبر المصري اتقابلوا في 9 مباريات، فاز الاهلي في 7 والزمالك في 2. لكن في دوري الابطال واجهوا بعض في 9 مباريات، فاز الاهلي في 6 والزمالك طبعا ما حققش اي حاجه وتعادلوا في 3 مباريات. وفي كاس السوبر الافريقي اللي هو مؤخرا بقت بطوله بطل ابطال افريقيا، لعبوا مع بعض مرتين والزمالك حصل على اللقب فيهم. والارقام دي يا عزيزي بتظهر لك تفوق الاهلي في عدد الانتصارات، مما يعكس هيمنه الاهلي النسبيه في تاريخ المواجهات المباشره. ما تنساش بقى اللايكات والشير والحاجات الحلوه دي.